ذكرت في البداية، هي هكذا فسيفساء اللغات واللهجات وعبقرية التنوع الذي يثري. هو عالم فريد من الإبداع، من الصوت الملائكي الذي يبتسم حناجر المغاربة، من المائدة التي تتعدد محطاتها فتكاد لا تعرف نهايتها. هي الموهبة كما في صاحب رشيد شو، خفة الدم التي أخذت الملايين معها لجزيرة الكنز. مبدع برتبة إنسان حين بحث عن جولة في أطفال بلا مأوى، فمواجهة الجمهور تتطلب إحساسا مرهفا. سكن المغاربة في شداية بوكتب، حرك حماسة الشباب، قال لهم تكبر وتنسى، نحن كبرنا يا صديقي ولم ننسى. الإعلام بالنسبة له لعبة التأثير التي لا تجيدها الخطابات الحكومية. أزول سيدي رشيد، أزول جمهورنا الحبيب بالأمازيغي وبكل اللغات، الإعلام المغربي المبدع رشيد علالي.